في حفلة عيد الشكر في محل بتحصل مجزرة بسبب تدافع الناس، ولكن بيكون في شخص غامض بيقرر ينتقم من كل اللي كانوا سبب في المجزرة دي. يا ترى هيكون مين الشخص ده وليه عاوز ينتقم من كل الناس دي؟ وبلاش تتوقعوا هو مين، لان توقعكم مش هيكون صح ابدا. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف احداث فيلمنا النهارده. بيبدأ فيلمنا في ليلة عيد الشكر لما بيروح المحقق إريك علشان يحتفل مع اصدقائه في بيتهم، وبيفتح له الباب صديقه ميتش وبترحب بيه مراته أماندا وبتعرفه على والدتها وباقي عيلتها. وفي بيت توماس بيكون في احتفال ولكن بشكل مختلف، وبيكون في أشخاص كتير موجودين في البيت. وبتيجي كاتلين خطيبة توماس تطلب من بنته جيسيكا تغير لبسها وتلبس فستان مناسب للحفلة، ولكن جيسيكا بترفض وبتقول لها إنها بترتاح في اللبس الغير رسمي. وبيوصل توماس للبيت في الوقت ده وبيتكلم عن المحل بتاعه، وبيكون الموجودين معجبين بذكائه لأنه عامل تخفيضات كتير بمناسبة عيد الشكر وده هيرفع من مبيعاته. وبيشكر توماس كاتلين خطيبته وبيقول إن دي كانت فكرتها هي، وبتقول كاتلين إن نسبة الشراء في المحل النهاردة هتكون كبيرة جدا. وبنرجع تاني لأماندا وعيلتها، وبتجيب أماندا الأكل، ولما بتنادي على ميتش علشان يساعدها في التقطيع بتكتشف إنه بيجهز علشان يروح شغله في محل توماس لأن زميله مش موجود النهاردة. ولما بتقول والدة أماندا إن المحل مش المفروض يكون مفتوح ليلة عيد الشكر بيقول لها ميتش إن توماس هدده لو ما راحش الشغل النهاردة هيطرد من شغله. وبيكون فاضل 10 دقايق بس على افتتاح المحل، ولكن قدام المحل بيكون في زحمة بشكل جنوني ومفيش غير 2 من الحراس بس ومش عارفين يسيطروا على الوضع. ولما بيشوف ميتش الزحمة دي كلها بيقلق جدا. وفي بيت توماس بتكون جيسيكا زهقانة وباينة عليها إنها بتكره كاتلين جدا، وبيحاول بوبي حبيبها إنه يطمنها. ولما بيوصل أصدقائهم إيفان وجابي وجوليا وسكوبر في العربية بيخرجوا معاهم وبيكونوا رايحين السينما. ولكن لما بيوصلوا قدام المحل بيقول إيفان إنه محتاج يشتري تليفون، فبتقول جيسيكا إنه قدامهم 10 دقايق بس. وبينزلوا من العربية وبيكون بوبي مش عاوز يدخل معاهم، ولكن جيسيكا بتشده من إيديه وبتدخله بالعافية. ولأن بوبي لاعب مشهور لما بيشوفوا الناس بيفضلوا يتصوروا معاه. وفي الوقت ده بتقابل جيسيكا ريان صديقها وبيسلم عليها وبيكون معجب بيها وبيحاول يخليها تخرج معاه، ولكن جيسيكا بتقوله انها رايحة مخيم مع بوبي ومش فاضية. وبيجي بوبي ياخدها في الوقت ده وبيمشوا، وبيتضايق ريان جدا وبيكون واضح انه بيغير من بوبي. ولان المحل بيكون ملك لعائلة جيسيكا بيقدروا يدخلوا من الباب الخلفي قبل ميعاد الافتتاح. وبتروح اماندا مع إريك لميتش المحل، ولما بيشوفها بيتوتر وبتقوله انها جابت له جزء من الاكل علشان ما يفضلش جعان ليلة عيد الشكر. فبيقول لها ما تتحركش من مكانها وبيخرج يحاول يهدي الناس، وبيقول لهم ان الافتتاح خلاص قرب، ولكن الناس ما بتسمعهوش وبيتضايقوا لما بيشوفوا اصدقاء جيسيكا في المحل وبيفضلوا يدفعوا الحواجز الهدية. وبيدي ميتش المفاتيح للحارس وبيطلب منه يدخل للمحل، وبيحاول إريك يتكلم في المايك بصوت عالي علشان الناس تهدى. ولكن في ولد من اللي موجودين بيخطفوا منه وبيقول للناس ان المحل اتفتح، فبيندفع الناس مرة واحدة بقوة وبيوقعوا ميتش وإريك على الارض، وبيخاف الحارس التاني وبيهرب. وبتفضل الناس تخبط على باب المحل وبتطلب أماندا من الحارس يفتح الباب بسرعة. ولما بيروح يفتح بتفضل الناس تضغط بقوة على الإزاز لحد ما بيتكسر وبيقع على الحارس، وبتفضل الناس تدخل وهي بتعدي عليه وبيفضل ينزف على الأرض. ولما بتشوفوا أماندا بتصرخ وبيوقعوها الناس على الأرض هي كمان، وهم بيجروا على الأجهزة اللي عليها تخفيضات. وبيكون إيفان بيصور كل اللي بيحصل وبيستخبى بوبي وجيسيكا على جنب، وبتحاول أماندا تزحف على الأرض وتبعد نفسها عن الناس. ولما بيشوف بوبي الحارس لسه عايش بيروح علشان يساعده، ولكن في حد بيعدي على ايديه وبيكسرها، وبيكونوا كل الناس في فوضى وبيخطفوا كل حاجة من بعض. وبيخبط 2 عربية المشتريات بتاعتهم في بعض وبتمسك واحدة فيهم شعر أماندا، ولما بتفضل تشد العربية بيفضل الشعر يتشد معاها بقوة لحد ما بيتفصل جزء من وشها، وبتفضل أماندا تنزف من غير ما حد يساعدها. ولما بيشوفها ميتش بيفضل يعيط وبيفضل ينادي على أي حد يساعده، ولكن محدش بيرد عليه. ولما بيدخل إريك وبيشوف الجثث على الأرض بيطلع مسدسه وبيضرب في السقف. وبعد مرور سنة من الأحداث دي بنشوف شخص بيتفرج على فيديو اللي حصل وبيكون مركز على كل الأشخاص اللي تسببوا في أذى حد تاني وبينشره على الإنترنت، وبيكون في صور لكل الأخبار اللي اتكتبت عن الحادثة حواليه. وبيعمل سكان المدينة مظاهرات علشان المحل ما يتفتحش في العيد تاني. وبيقول ميتش إن توماس هو وعيلته مسؤولين عن وفاة مراته وكل الأشخاص اللي ماتوا في المحل، ولكن توماس ما بيكونش مهتم غير بالمكاسب هو وخطيبته، وبيحاول يغطي على اللي حصل بإنه يعمل أعمال خيرية وينشرها. وبيختفي بوبي من بعد الحادثة دي بسبب إصابة دراعه واللي بسببها انتهت مسيرته المهنية وهو لسه في بدايتها. وبيخفي توماس تسجيلات الكاميرات علشان ما يتحاسبش، ولكن ميتش بيأكد للصحافة إن الكاميرات كانت
كانت شغالة. وفي نفس الوقت ده في مطعم في المدينة بتكون في واحدة بتتفرج على ميتش في الأخبار وبتكون هي نفسها سبب موت أماندا. ولما بيدخل إيريك يطلب مشروب بتقوله إن في شرطي وصل جديد وباين عليه شديد وقاسي جدا. ولما بيدخل الشرطي الجديد المطعم بتديله قناع بمناسبة العيد وبتقوله إنه بتاع أول حاكم لمدينتهم جون كافر. وبيلبس الضابط القناع وبيقول إنه هيلبسه ليلة العيد. وبتكون جيسيكا مع أصدقائها وبيتخانقوا مع إيفان بسبب فيديوهات الحادثة اللي انتشرت وبيقول لهم إيفان إن مش هو اللي نشرها وبيمشي. وبتقول جيسيكا لصديقتها إنها مضطرة تروح لبيت جون علشان تصور إعلان مع والدها. ولما بتوصل جيسيكا بتتفاجئ إن كاتلين هتصور معاهم الإعلان وبتكون متضايقة. ولكن بيقول لها صديق والدها إن باقي سنة واحدة بس على كليتها ومش تكون مضطرة تعيش مع كاتلين تاني. ولما بيوصلوا لبيت جون بيلاقوه متدمر والفاس بتاعه مسروق وبيكون توماس متضايق من اللي حصل. ولكن جيسيكا ما بتكونش متضايقة وبتقول لوالدها إنها زهقت من تمثيل إن مفيش حاجة حصلت. وبيقول لها والدها إن هو كمان عايز كل حاجة ترجع زي ما كانت. ولكن جيسيكا بتقوله إن فتح المحل وعمل تخفيضات جديدة ده مش هيعوض اللي حصل. ولما بتيجي كاتلين بتتضايق جيسيكا لأنها ما بتديهاش مساحة خاصة مع والدها وبتسيبهم وبتمشي. وفي مكان تاني في أوضة ريان بيعرض عليه صديقه سكوت حبوب مجهولة ولكنه بيرفضها وبيكون ارتبط بجيسيكا بعد اختفاء بوبي. وبتعزمه جيسيكا علشان يحتفل بعيد الشكر معاها في بيتها. وبيكون ريان مبسوط باللي حصل لبوبي لأنه اداله فرصة يرتبط بجيسيكا. وفي مطعم المدينة بتكون جيسيكا وأصدقائها موجودين هناك وبيجي ولد اسمه جيكو بيعرض عليهم حفلة بسعر رخيص جدا. ولكن إيفان بيتكلم معاه بشكل مش كويس وبيخليه يعمل له واجباته بتاعة المدرسة بالإجبار. فبيتضايق الولد وبيمشي وبيطلب منه أصدقائه يكون لطيف مع الناس. وبتشوف جيسيكا وأصدقائها في الوقت ده شخص خارج من المطعم وبتعتقد إنه بوبي. ولكن بيستغربوا لأنه ما حاولش يتكلم مع جيسيكا. وبيوصل لهم كلهم من حساب مزيف في نفس الوقت اسمه جون كارفر صورة لسفرة عليها أطباق فاضية وبيقول لهم إن السفرة جاهزة. وبيوصل ريان في الوقت ده فبيتجاهلوا الرسالة وبتطلب جيسيكا من إيفان يكون لطيف معاه. ولكن إيفان بيقول إنه ممل جدا وإنه ما بيحبوش. ولما بيقعد ريان بيطلع تذاكر لماتش مهم علشان يكسب أصدقاء جيسيكا فبيتبسطوا بيها جدا وبتتبسط جيسيكا هي كمان. ولكنها بتشوف شخص واقف خارج المطعم لابس قناع جون وبيبص عليها وبيختفي. وبنشوف الشخص الغريب بيتفرج على فيديو الحادثة مرة تانية وبيكون مركز على ليزي الويتر اللي بتشتغل في المطعم. وبيكون معاه نفس الفاس اللي اتسرقت من بيت جون. وبالليل لما بتخلص ليزي شغلها بتلاقي قناع على الترابيزة فبتروح تاخده وتلبسه. وبنشوف في الوقت ده شخص لابس نفس القناع وبيبص عليها من ازاز الباب. ولما بتخلعه وبتروح تلبس هدومها علشان تخرج بيظهر لها الشخص المقنع وبيمسكها من رقبتها وبيمسك الفاس وبيعورها في ايديها. وبيمسكها وبيحط وشها في المية وبيطلعه وبيفتح الفريزر وبيلزق وشها في الباب بتاعه. وبيروح يمسك الفاس علشان يقتلها. ولكن ليزي بتقدر تخلع وشها بعد ما بيتقطع منه جزء كبير. وبتهرب لأوضة المراقبة وبتقفل عليها الباب وبتحاول تتصل بالشرطة. ولكن التليفون ما بيتعرفش على بصمة وشها بسبب اللي حصل فيه. ولما بتبص ليزي في تسجيل الكاميرات بتلاقيه مش موجود في المطعم فبتخرج وهي خايفة وبتاخد شنطتها وبتطلع بره. وبتحاول تطلع مفتاح عربيتها ولكنها بتكون مش لاقياه. وفجأة بتشوف نور العربية جاي عليها فبتصرخ وبتفضل تجري وبتكون هتستخبى في صندوق الزبالة الكبير ولكن ما بتلحقش تدخل كلها. وبيخبطها بالعربية وبيفصل جسمها نصين. وتاني يوم بتتفاجئ الشرطة بوجود نص جسمها متعلق على محل توماس. وفي المدرسة بيقابل إيفان جيكوب وبياخد منه الواجب بتاعه. ولما بيسأله هو ليه لابس نظارة شمس في المدرسة بيقول جيكوب علشان كان سهران بالليل وعينيه مرهقة. وبتوصل رسالة لإيفان في الوقت ده من الحساب المزيف وبيكون فيها صورة الجثة متعلقة على محل توماس. فبيروح لأصدقائه بسرعة وبيكون الرسالة وصلتهم كلهم. ولما بيركزوا في الصورة اللي اتبعتت لهم قبل كده بيلاقوا أسمائهم كلها مكتوبة على مناديل الأكل. وبعدها بيروحوا لمركز الشرطة وبيحاول المحقق يعرف معلومات عن اللي حصل يوم الحادثة من جيسيكا وبيوعدها إنها تكون سر ما بينهم. وبتقابل جيسيكا بوبي وبيعتذر لها إنه اختفى فجأة وبيقول لها إنه كان متلخبط بسبب اللي حصل لإيديه وبيعرفها إنها بدأت تتعافى وقريب هيقدر يلعب بيها تاني. وبيتمشى معاها لحد ما بيوصلوا لقدام مركز الشرطة وبيعرف منها إن جيسيكا هي اللي حذفت التسجيلات الخاصة بيوم الحادثة وبتعرفه إن والدها معاه نسخة منها وبتقوله إنها عايزة توصل لها. وبيوصل ريان في الوقت ده وبياخد جيسيكا وبيمشي. وبيستدعي المحقق بوبي علشان يعرف منه معلومات عن اللي حصل في المحل. وبتكون الشرطة ما قدرتش توصل لقاتل ليزي لأنه كان لابس قناع. وبنشوف في أوضة الشخص اللي قتلها صور لحارس المحل اللي هرب. وبيكون معاهم كمان صور لأصدقاء جيسيكا.
وفي مكان تاني بنشوف الحارس اللي هرب بيحضر نفسه علشان يسافر لدولة تانية، ولكن الباسبور بتاعه بيختفي فجأة، وبيفضل يدور على الباسبور وبيشوف حاجة ورا الهدوم المتعلقة فبيخاف وبيقرب منها بهدوء ولكن ما بيلاقيش حاجة. ولما بيخرج من الأوضة بيلاقي قناع جون على الكنبة فبيخاف وبيمسك مضرب خشب، وبيفضل يتكلم مع القاتل وبيقول له يظهر نفسه وإنه مش خايف منه، وبيكون فاكر إنه مستخبي في المطبخ، وبيمشي ناحيته في هدوء وبيكلم القط بتاعه وبيقول له الشخص مستخبي فين، وفجأة بيطعن في بطنه بنفس الفاس المسروقة. ولما بيحاول يخرج من الشباك بيخنقه الشخص المقنع بحبل وبيفصل راسه عن باقي جسمه وبيحطها في شنطة، وقبل ما يخرج بيشوف القطة وبيحط لها أكل وبيمشي. وبالليل بتحاول جيسيكا تتصل على بوبي ولكن ما بيردش فبتتصل على ريان، ولما ما بيردش هو كمان بتبص على صورة والدتها اللي في الصورة بتاعتها وبتحطها جنبها وبتنام. وبنشوف القاتل وهو بيحط راس الحارس في الطبق اللي كان عليه اسمه، وبنشوف النص الأول المختفي من جثة ليزا هي كمان على السفرة وبيصورهم وبيبعت الصور لجيسيكا. وبتكون الشرطة مش عارفة توصل لدليل لأنه بيقفل التليفون بعد ما بيبعت الصور على طول. وبتفضل جيسيكا تتفرج على فيديوهات يوم الحادثة اللي موجودة على لابتوب والدها، وبيكون بوبي مستنيها تحت البيت وبيجي ريان هو كمان، ولكن لما بيشوف عربية بوبي بيتضايق وبيبص عليه بحقد وبيمشي. وبتشوف جيسيكا ريان وهو بيسلم على شخص في المحل يوم الحادثة وبتطبع الصورة وبتاخدها. ولما بيدخل باباها المكتب بتقفل اللاب بسرعة وبتاخد شنطتها علشان تخرج، ولكن باباها بيوقفها وبيقول لها انه فكر في كلامها وانها عندها حق في رأيها عن كاتلين، وبيعتذر لها لانه سمح لها تضايقها. وبتودعه جيسيكا وبتخرج لبوبي، وبتروح جيسيكا للمحقق وبتديله الصور اللي معاها وبيكون فيهم 3 اشخاص مختلفين، منهم الولد اللي خطف المايك من إريك وقال ان الباب مفتوح وتسبب في الهجوم. وبيكون ريان في الصور بيسلم على دوج الحارس اللي مات وبيشكرهم المحقق وبيطلب منهم ما يثقوش في حد. وفي المدرسة بتكون جيسيكا واصدقائها متوترين جدا وبيقولوا لجيسيكا ما تثقش في بوبي، ولكنها بتقول لهم مش ممكن يكون هو اللي عمل كل ده، وبيشكوا في ميتش لان مراته ماتت بسبب الحادثة دي. وبيتصل ريان على جيسيكا في الوقت ده ولكنها بتتجاهل اتصاله فبيروح يتخانق مع بوبي وبيقول له يبعد عن جيسيكا. وفي مكان تاني في النادي الرياضي بنشوف مدرب بتنادي عليه حبيبته اللي بتشتغل معاه علشان توريه لعبة، وبتاخده المكان معزول، وبيكون الشخصين دول كانوا موجودين يوم الحادثة في المحل برضه. ولما بتدي البنت ظهرها للمدرب بيجي شخص وبيكسر رقبته بسرعة، ولما بتلف وشها وبتشوفه القاتل بيفضل يضربها بالفاس على جسمها. وفي المدرسة بيتخانق ايفان مع الشرطة علشان ما سمحوش ليه يلعب كورة بسبب الاحداث اللي بتحصل، ولكنه بيروح لوحده وبيصر يلعب. وبيقول الشرطي لجيسيكا ان الوضع خطر جدا وبيطلب منهم يفضلوا يلعبوا مع بعض. وبتروح صديقة ايفان جابي تنادي عليه وبتستناهم جيسيكا، وبيقول لها ايفان تستناهم لحد ما يغيروا لبسهم. ولما بيخرج ايفان مع جابي بيهجم عليه القاتل، وبعدها بيبعت رسالة من تليفون جابي لجيسيكا بيطلب منها تروح لهم. وبتبص جيسيكا على الشرطة وبتطمن وبتروح وبتفضل تنادي على جابي وما بتلاقيش رد منها، فبتبعت لها رسالة وبتسمع صوت تليفونها في سلة الزبالة، فبتقرب منه وبيحاول القاتل يقتلها في الوقت ده، ولكنها بتشوف ظله في التليفون وبتميل راسها بسرعة وبتجري منه وبتدخل أوضة اللبس تستخبى فيها. هو بيدخل القاتل وراها ولكنها بتخبي نفسها في وسط باروكات الشعر، وبيفضل القاتل يضرب كل حاجة موجودة بالفاس علشان يخوفها وتطلع، ولكنها بتفضل مكانها. ولما بتحاول تمسك المقص بتوقع ازازة برفان على الارض فبيسمع صوتها، ولكن جيسيكا بتمسكها وبترش على عينيه وبتجري من الأوضة وبتوصل للشرطة. وبيجي بوبي يطمن عليها وبيجي ريان هو كمان في نفس الوقت وبيتخانقوا مع بعضهم. هو بيسأل بوبي ريان عن علاقته بالحارس اللي مات وبيطلب منه ما يكذبش، ولكن ريان بيقول له انه كان يعرفه علشان كانوا هما الاتنين بياخدوا مساعدات مع بعضهم وبيكونوا هيضربوا بعض، ولكن جيسيكا بتمنحهم وبتقول لهم انها مش عايزة تشوف حد فيهم. وبيجي والد صديقتها جوليا وبياخدها في العربية لوحدها وبيقول سكوير لجيسيكا ان ايفان كان عندها حق وان الشرطة مش هتحميهم، وبياخدها وبيروح للحفلة اللي جيكوب قال لهم عليها وبيشتري سكوير سلاح من هناك. وبيكلم سكوير جوليا وبتعرفه ان والدها هيسفرها وبيكون في شرطي موجود علشان يحميها، وبتقفل المكالمة لانها بتكون متوترة. وبيدي والدها اكل للشرطي، ولما بيروح ياكله بيظهر الشخص المقنع وبيضربه بالمسدس. وبتسمع البنت الصوت وبتفضل تنادي على والدها وهي خايفة، وفجأة بيطلع والدها قدامها ولكنه بيكون مش سامع بسبب الموسيقى اللي بيسمعها. وبتتضايق جوليا لانها كانت خايفة بجد. ولما بينزل والدها وبيشوف الشرطي الارض بينادي عليها بسرعة ولكن القاتل بيضربه بالرصاص. وبتفتكر جوليا انه بينادي عليها علشان يمشوا، وبتقوله انها جاية وبيتصل عليها سكوير، فبتقوله انها متأخرة وانها تكلمه وهي في العربية. ولكن بيجي القاتل قبل ما تقفل وبيدخل شوكة صغيرة في ودنها وبيفضل يحرك فيها وبيمسك التليفون وبيفرجهم على صديقتهم وهي
بتموت. وبيفضل سكوير يزعق وهو سايق وبيكون هيعمل حادثة، وبتقدر جوليا تطلع الشوك من ودنها وبتجري وبتكون مش سامعة أي حاجة ولا قادرة تمشي. وبيمسكها تاني من شعرها وبيوصل سكوير وجيسيكا لبيت جوليا، وبيلاقوا جثة الشرطي ووالد جوليا قدام الباب، وبيشوفوا القاتل وهو ماسك جوليا والتليفون، وبيوريهم فيديو فيه إيفان وجابي وهم على السفرة. ولما بيحاول سكوير يضربه بالرصاص بيطلع المسدس فاضي، وبيسيب القاتل جوليا على منشار الخشب وبتتقطع بطنها. وبتوصل الشرطة وبتاخد جيسيكا وسكوير لبيت توماس، وبيكون الشرطي طالب منهم يروحوا المكان الاحتفال بعيد الشكر كلهم علشان ما يتقتلش إيفان وجابي. ولكن كاتلين بترفض وبتقول إنها مش هتخاطر بحياتها، ولكن جيسيكا بتقول إنها مش هتسيب أصدقائها يموتوا كلهم وهي تستخبى. وبيوافقها والدها على رأيها وبيقول إن محله مش هيتفتح في عيد الشكر تاني. وبتتفق الشرطة على إنهم يعملوا فخ للقاتل باستخدام عيلة توماس وبيمشي. وتاني يوم بنشوف ميتش في الاحتفال وهو بيلبس قناع جون وطاقية وبيمشي. وبتكون جيسيكا بتستعد وهي قلقانة، وبتكون الشرطة موجودة في كل مكان. وبتروح جيسيكا مع سكوير وبيديها الشخص اللي أخده منه الأسلحة خاتم، وبيقول لها إنه خاتم والده وإنه كان معتقد إنه بيبعد الشر عن اللي بيلبسه. وبتاخده جيسيكا وبتمشي. وبتكون كل المدينة بتحتفل بالعيد في الشارع وكلهم لابسين قناع جون وطاقيات زي بعض. وبتركب جيسيكا وسكوير ووالدها وكاترين عربية مفتوحة وبيمشوا في الشارع. وبتكون جيسيكا وسكوير خايفين وشاكين في كل شخص لابس قناع. وفجأة بيطلع ميتش قدام العربية مع أشخاص تانيين وبيطلب محاكمة توماس، ولكن الشرطة بتبعدهم عن الطريق وبتكمل العربية مشي. وبيجي شخص لابس لبس المهرج وبيقطع راس واحد من اللي موجودين، وبيشوف الأطفال وبيفضلوا يصرخوا، وبيرمي المهرج قنابل غاز في كل مكان. وبعدين بيقتل سواق العربية، وبتطلع الشرطة عيلة توماس وبيدخلوهم عربية تانية. ولكن قبل ما يركب الشرطي بيضربوا المهرج بمخدر وبيرمي قنبلة صوت في العربية، وبعدها بيضربهم كلهم بسهام مخدرة وبياخدهم في العربية وبيمشي. وبتصحى كاتلين على صوت موسيقى من الراديو وبتشوف القاتل، فبتمثل انها لسه فاقده الوعي. وبيجي القاتل يدهن جسمها بزيت وبيكون حاطط حواليها خضار وبيرش عليها ملح وتوابل. وبيروح يشوف الفرن وبينسى وبيحط القناع بتاعه عليه، فبيسيح جزء منه بسبب الحرارة، ولكنه بيلبسه تاني. ولما بيرجع ما بيلاقيش كاتلين موجودة، وبيبدأوا يدوروا عليها. وبتقدر كاتلين تتحرك من وراه من غير صوت لحد ما بتقدر تدخل أوضة وبيدخل القاتل وراها، ولكنها بتكون ورا الباب. ولما بيشوفها تحت الترابيزة ما بيلاقيهاش، وبيحس بحركة ورا الباب فبيروح بسرعة ولكنه ما بيلاقيش حاجة. وبتكون كاتلين استخبت تحت السلم، ولما بيديها ظهره بتطلع على السلم بسرعة وبتلاقي أوضة تانية وبتدخل فيها وبتحاول تفتح الشباك علشان تهرب منه. وبتتفاجئ بجثة جوليا في التلاجة وبتتخض منها ولكن ما بتصرخش. وبتشوف جنب جثة جوليا إزازة، ولما بتحاول تاخدها بتتفاجئ بالبنت بتمسك إيديها وبتطلب منها تساعدها، ولكن كاتلين بتقول لها إنه طالع وبتقفل باب التلاجة. ولما بيطلع القاتل بيشوف آثار رجليها والدم على الأرض وبيقرب منها، وبتكون كاتلين واقفة ورا الحيطة ومستنياه يدخل علشان تخبطه على دماغه، ولكن القاتل بيرجع تاني وبيقفل باب الأوضة. وبتفتكر كاتلين إنه خرج ولكنه بيفضل يضرب الحيطة بالفاس، فبتصرخ بصوت عالي وبتخرج من الأوضة. وبتقدر تخرج من البيت ولكنه بيخرج وراها وبيرميها بالفاس وبيوقعها على الأرض وبيدخلها البيت تاني. وبتفضل كاتلين تصرخ ولكن محدش بيساعدها وبيكتفها وبيدخلها الفرن. وبتفضل كاتلين تطلب منه يساعدها، فبيفتح الفرن وبيديها حقنة وبيمشي وبياخد قناع جديد. وبتكون الشرطة مش عارفة توصله، وبتتفاجئ بوجود بث مباشر بتظهر فيه السفرة وحواليها الجثث. وبتروح الشرطة للمدينة اللي فيها البث، وبتفوق جيسيكا في الوقت ده وبتكون متأيدة في كرسي السفرة، وبتشوف أبوها وماجي هما كمان. وبتوصل الشرطة للمكان ولكنهم بيلاقوا حيطة فاصلة ما بينهم، وبيلاقوا التليفون اللي فيه البث. ولما بتمسكه بيظهر وشها في البث وبيتقطع الاتصال، وبيتفتح البث من تليفون تاني وبيقول لهم القاتل ان العشاء جاهز. وبيطلع جثة كاتلين المشوية، ولما بيشوفوها بينهاروا وبيفضلوا يعيطوا. وبيقطع جزء من جلد جوليا وبيملى كاس من دمها، وبيقول انهم هيقضوا عيد الشكر ده مع بعض. وبيقرب من توماس وبيمسك رقبته، ولكن بعدها بيسيبه وبيجيب التليفون والفاس وبيروح لإيفان وبيقول له يقول كلمته الأخيرة. وبيمسك شعره وبيحاول إيفان يوقفه، وبيقول له انه هيصوره علشان ينشر على الانترنت زي ما إيفان عمل وقت الحادثة، ان هو ساب كل الضحايا وكان مشغول بس بالتصوير، وبيفضل يضربه على راسه بالفاس. وبعدها بيقول انه قتل كل دول الاول لانهم كانوا جشعين، ولكن سابهم عايشين علشان يعملهم معاملة خاصة زي ما هم دخلوا للمحل قبل ما كل الناس تدخل، لانهم طبعا كانوا من الشخصيات المهمة ورفعوا الفيديو على الانترنت علشان يتفاخروا بده. وبتفتح جيسيكا الخاتم اللي معاها وبيكون فيه سكينة صغيرة وبتحاول تقطع الحبل اللي متأيدة بيه. وبيكمل القاتل كلامه وبيقول لهم ان ده هيكون اشهر عشاء ليهم لعيد الشكر.
وبيقول لهم ان كل الناس هتشوف الفيديو ده وهيبطلوا جشع، وبيقطع جزء من كاتلين وبيقول لها انها هتكون السلعة بتاعت النهاردة، وبتدي جيسيكا الخاتم لسكوير، وبيدي القاتل حتة من كاتلين لتوماس وبيقول له ياكلها او هيموت، وبيفك سكوير ايديه في الوقت ده وبيهاجمه، ولكن القاتل بياخد الفاس وبيجري وراه هو وجيسيكا وبيفضل يحاول يضربهم بالفاس، ولكن الفاس بيمسك في الخشب وبتخرج جيسيكا وسكوير بره، ولكن القاتل بيجري وراهم وبيضرب سكوير بالفاس، وبتهرب جيسيكا من البيت وبيجري وراها وبتقدر تطلع على السور الحديد، ولكن الاسوره بتاعتها بتمسك فيه وبيجي القاتل يضرب ايديها في الوقت ده، ولكن بيلاقيها اختفت، وبتقدر جيسيكا تشوف عربيه شرطه، ولكن بتلاقي الشرطه في الارض، وبتلاقي شخص دخل البيت اللي قدامها، فبتاخد مسدس الشرطي وبتروح للبيت، وبتشوف فجأة القاتل وبعدها بيختفي، وبتشوف بوبي وبيجي المحقق إريك وبياخد منها المسدس وبتقوله إنها شافت بوبي وبتطلع، وبعدها بتسمع صوت طلقات رصاص وبيخرج المحقق وبيقول لها إنه تقريبا قتله، وبتيجي الشرطة للمكان وبتفضل تدور حوالين المكان علشان تلاقي القاتل أو جثته، وبيقول الضابط لجيسيكا إن والدها وماجي وسكوير في المستشفى، وبيمشي كل أفراد الشرطة للمستشفى وبيسيبوا المحقق إريك بس مع جيسيكا، وبيقع منه منديل على الأرض، ولما بيميل علشان ياخده بتشوف جيسيكا الجزمة بتاعته وبتعرف ان هو ده القاتل، وبتفتكر الصور اللي اديتها له، ولما بيسألها لو كانت كويسة بتقوله انها تعبانة، فبيقول لها انه هيجيب لها دكتور وبيمشي، ولكن قبل ما يخرج من الأوضة بيبص على جزمته وبيقفل الباب وبيقول لها انها كانت المفروض تموت، وبيقول لها ان من غير مساعدتها ما كانش هيقدر ينتقم منهم، ولما بتسأله هو عمل كده ليه بيعترف ان بعد وفاة مراته محدش قدر يرجعه يحب حياته من تاني غير أماندا مرات ميتيتش اللي ماتت في الحادثة، وبيقول لها انها كانت حامل منه هو، وبيقول لها كمان انه لازم يخدرها دلوقتي، ولكنها بتقوله انها لسه ما قالتلوش هي ممتنة لايه في العيد ده، وبتوريه التليفون بتاعه وبتكون فاتحة بث مباشر وبتحاول تهرب، ولكنه بيوقعها على الارض، وقبل ما يضربها في حد بيضرب عليه من الشباك وبيكون بوبي وبياخدها وبيخرجوا من الأوضة، ولكنه بيخرج وراهم بالفاس وبيفضل يضرب في كل حاجة موجودة وبيقدروا يستخبوا، وبتشوف جيسيكا لعبة بتتنفخ بالهيليوم على الأرض فبتفتح أنبوبة الهيليوم علشان تنفخها، وبيوصلوا للعربية وبيركب بوبي مكان السواق وجيسيكا ورا، وقبل ما يمشوا بيخبط بوبي العربية في الحيط، وفي الوقت ده بيوصل إريك للعربية وبيحاول يضرب جيسيكا بالفاس، ولكنها بتمسك بندقية وبتدافع عن نفسها، ولما بيحرك بوبي العربية بيقع على الأرض، ولكن بيقع معاه حبل مربوط في العربية، فبيمسكوا إريك وبيلفوا حوالين العمود علشان العربية ما تتحركش، وبيكون إريك رايح ناحيتهم من تاني، ولكن جيسيكا بتمسك البندقية وبتحط فيها اسورتها وبتضرب في اللعبة اللي منفوخة وبتنفجر اللعبة بسبب الهيليوم، وبيتحرك بوبي بالعربية وبيتحرق إريك في النار، وبتيجي الشرطة والإسعاف وبيودع بوبي جيسيكا، وبعدين بيروح مع الإسعاف وبيوصل ريان لجيسيكا، وبتيجي ماجي وسكوير هما كمان، وفي بيت جيسيكا بتصحى على صوت حركة الباب وبتنادي على ريان، وبتروح تنور النور ولكن ما بتلاقيش حد، فبترجع من تاني للسرير، ولكن بيمسكها إريك وهو بيتحرق وبتصرخ جيسيكا، ولكنها بتفتح عينيها وبتكون بتحلم، وبينتهي الفيلم. وبنتعلم من الفيلم ده ان احنا لازم ما نستهونش بحياة الناس الابرياء ابدا، لان هيجي في يوم ويترد لنا كل ده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها لك.